ليه تغربت؟ اتكلم بقى. بصي انا في مصر كنت شغال في فودافون. فودافون مالتي ناشونال كومباني. فانا كنت حاسس اني شغال في احسن شركه في مصر من الاخر. فانا قلت يعني ايه اللي بعد كده بقى؟ يعني ما هو مش هروح فين تاني؟ كده كده ما كنتش هكون صاحب الشركه بتاعت فودافون، وفي نفس الوقت مش هيمشوني. فانا حاسس ان في نوع تطور المفروض يحصل لي، بس مش في المكان ده. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 28 سنه. فانا حسيت ان السهل اصلا. قلت لي انا ما عنديش مشكله برضه اقول سني، بس انا عارف يعني ان اصل في بنات عندهم فضول يعرفوا انت عندك كام سنه، فانا بحب اسعى في الخير قوي. الخير شغال، الخير على ودنه. 28 زائد 5 يا بنات، زائد 5. فنحاول ايه نقدر نعرف دلوقتي محمود عنده كام سنه بالظبط. كنت في فودافون وفي احسن شركه في مصر. بالظبط. فكنت حاسس كده، مش لازم تكون كده يعني، بس انا كنت حاسس ان انا مش عايز اروح مكان تاني جوه مصر بعد فودافون. فقلت لا خلاص كده انا لازم اغير البلد، لازم اغير المكان اللي انا شغال فيه. فقلت ايه افضل مكان حسيت ان انا محتاج اروح له؟ قلت لازم اروح الامارات. وقتها بقى قعدت ادور على شغل كتير جدا، بتاع 8 شهور، ودخلت فيهم انترفيوز مثلا بتاع 16 انترفيو ولا حاجه، لغايه لما بعد كده سافرت. بس فكان سبب الغربه هي الديفلوبمنت، التطور، ان انا اطور من نفسي يعني. اسالني؟ طبعا لازم اسالك على حاجات ليها علاقه بالغربه، ولا اسالك على الادفنتشرز اللي بتعمليها في السفر؟ انا عارف ان انت سافرتي 98 دوله صحيح؟ انت فاضل لك كام دوله لسه ما سافرتيهاش؟ لسه على الخريطه. لا اسالني على الغربه. اسالك على الغربه. حسيتي فعلا بالغربه لما سافرتي بره علشان تدرسي، ولا لما سافرتي الامارات عشان تشتغلي؟ لما سافرت عشان ادرس. فعلا حسيتي بالغربه. كان عندك ساعتها كام سنه؟ انا هكون اذكى منك وهقول كان ساعتها عندي كام سنه، بس مش هقول اتغربت من كام سنه. كان عندي 26. اوكي. يعني انت خرجتي. دي كانت اول مره، وبالمناسبه دي كانت اول مره في حياتي ابات بره البيت. واو. في حياتي في المطلق. طب ما عودوكيش يعني تخلوكي تباتي عند خالتك شويه؟ ولا بنت خالتي ولا بنت عمتي ولا الجو ده. كان مستحيل، كان من رابع المستحيلات انه في بنت في البيت تبات بره البيت. اوكي. فلما سافرت وانا عندي 26 سنه، حرفيا انا اول ما الساعه 10 جت بالليل انا بدات اتوتر انه هو انا مش راجعه البيت، هو بابا مش هيكلمني على التليفون يقول لي انت فين واتهزق. هو يعني المشاعر الاحاسيس دي كلها ضربت مره واحده. اوكي. اتوترت حقيقي، وقعدت فتره طويله كل ما الليل يليل انا متوتره، انا مش في البيت، انا عارفه ان انا مش في البيت وده مش سريري، فانا خايفه. فتره قد ايه فضلتي فيها؟ 3 شهور او 4 شهور. لغايه لما عرفتي تتاقلمي او حاولت اتاقلم غصبا عني. كان معاكي حد ولا كنت لوحدك؟ انا لما سافرت ما لحقتش اني اسكن في السكن بتاع الجامعه، اتاخرت على ما قدمت الورق، فاضطريت ان انا ادور على سكن خارجي، وهنا بقى بدات المغامرات. طب حابه تقولي للناس المكان ده كان فين؟ في لندن. اوكي. قعدت هناك فتره قد ايه؟ قعدت هناك تقريبا 3 سنين. وكان السبب انك بتدرسي؟ كنت بدرس وبشتغل. تشتغلي؟ بتشتغلي ايه؟ بشتغل BBC. اوكي. وكنت بدرس في التوقيت ده انا كان ضغط مش طبيعي. اولا اول مره في حياتي ما يبقاش فيه بابا وماما واخدين بالهم من كل حاجه، وانا اللي هبقى واخده مسؤوليه كل حاجه، مسؤوليه بيت، مسؤوليه اكل، شرب، فواتير، ايجار، كل الحاجات دي كلها انا يعني هتشيليها كلها. حصلت لي كوارث يعني كوارث وهحكيها لك واحنا في الحلقه يعني ايه الكوارث اللي حصلت معايا. انا اللي قادره افتكره هو انه اول يوم اول ما وصلت مطار هيثرو
انا انهارت من العياط، واو. انهارت، لاني انا ما كنتش مستوعبة انه انا في اللحظة دي ما فيش رجوع، يعني ما فيش ان انا في مشوار وراجعة زي العادي. خلاص. دي بقى مرحلة جديدة من حياتي. وما فيش حاجة اسمها بابا ممكن لو سمحت تعمل لي، ماما ممكن تعمل، ما فيش كل اللي انت خلاص. بتعمليه لوحدك. فدي كانت ده كان اول كان أصعب. اختبار، كان كان أصعب اول اختبار من- لاحساس الغربة. مم. وحسيته اكتر لانه في اوروبا الحياة شوية بتخليك لوحدك، بتفكر لوحدك، بتعيش لوحدك، حياتك انت، مسؤوليتك انت. وده عكس اللي انا حسيته هنا. مم. لما جيت اشتغل هنا لا، كان مختلف تماما. بس اتعلمتي كتير. كتير كتير.